السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني في كل مكان. طمنوني عليكم. اليوم حابة أعمل معاكم الفطائر بعجينة ال10 دقايق، عجينة قطنية وتنفع لكافة أنواع المعجنات الحلوة والمالحة. وعملتها لكم بحشوتين، حشوة اللحمة المفرومة وحشوة الخضار بالجبنة. تطلع معاكم هشة وطرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبمكونات بسيطة وبطريقة سهلة جدا. بنحتاج ل5 أكواب من الدقيق، وكوب ماء دافي، وكوب حليب دافي، ونص كوب زبادي، ونص كوب زيت، وملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خل أبيض، وملعقة كبيرة خميرة. على كوب الماء الدافي أضيف الخميرة والسكر وأحركهم وأخليهم يخمروا لمدة 5 دقايق، وأصبهم في الإناء الحاجم فوق العجنة بتاعتي. أضيف عليهم كوب الحليب الدافئ والزبادي والزيت النباتي وملعقة الخل وأحركهم. أضيف عليهم الملعقة الصغيرة ملح، وأنزل عليهم بالدقيق بالتدريج، وأحركهم وأعجن كويس عشان العجنة تطلع معي طرية. ولو بقى متوفر عندكم عجان بيسهل عليكم كتير، بس هي كمان كده بتتعجن برضو مبتاخد زمن. غطيها خليها تخمر براحتها على حسب الجو عندكم. ونبدأ نحضر الحشوة بتاعتنا على النار. أضيف الزيت وأنزل عليه باللحمة المفرومة وعصجة. أضيف عليها بصلة كبيرة مفرومة وأرجع أحمرها تاني. أضيف عليهم التوابل اللي هي عبارة عن ملح، بابريكا، كزبرة، فلفل أسود، وأحركها تاني. أغطيها أخفض ليها النار وأخليها تستوي على راحتها، حكاية بتاعت ربع ساعة. أضيف عليها الثوم المفروم وأرجع أحركها تاني، وأضيف عليها فلفل ألوان. ضيفوا أي نوع فلفل متوفر عندكم. كده بقت أصبحت عندي جاهزة الحشوة. أفرغها في إناء وأخليها تبرد. أحضر الحشوة التانية بتاعت الخضار بالجبنة، عبارة عن جزر مبشور وزيتون وأي نوع جبنة حامضة متوفر عندكم. ممكن تستخدموا جبنة موزاريلا. كده أصبحت جاهزة الحشوتين، والعجنة بتاعتنا ذاتها بقت جاهزة، خمرت خلاص. أخدت معي حكاية بتاعت 30 دقيقة عشان الجو عندي بارد هنا. أطلع منها الهواء وأبدأ أشتغل عليها طوالي، أقسم منها قطعة وأفردها بالطريقة اللي انتو شايفينها دي، وأحاول أقصقصها زي الكرواسون وأضيف الحشوة بتاعتي. في أشكال كتيرة جدا لتشكيل المعجنات، بس الطريقة دي سهلة وما بتاخد زمن كتير، وبتقدر تخلصي أكبر كمية ممكنة. والفها رول، في النهاية بتطلع عليه شكل كرواسون، والفها كلها لمن الكمية كلها تخلص. احطها في صينية، ادهنها بحليب ببيض، وارشها بسمسم، حشوة اللحمة بالسمسم، وبتاعت الخضار رشيت عليها كمون. اخليها تخمر حكاية بتاعت 10 دقايق قبل ما ادخله الفرن مسخن مسبقا، لمدة بتاعت 10 دقايق ل12 دقيقة، ما بتاخد زمن. واعيد نفس الكرة برضو في الحشوة بتاعت الجبنة، لا من اخلص الكمية بتاعت الحشوات كلها والكمية بتاعت العجنة كلها. وده شكلها النهائي زي ما شايفين، طرية وهشة. بتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، وما تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو واشتركوا في القناة لو ما متابعيني. والى اللقاء في وصفة تانية ان شاء الله. مع السلامة.